السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعين ومشاهدين قناة دايما عامر. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة دايما عامر. النهاردة هنعمل الجلاش بالكنافة، الجلاش الحلو اللي محشي كنافة ومكسرات. إن شاء الله النهاردة نتعلم إزاي نعمله على طريقة المحلات. معايا هنا نص كيلو كنافة شعر، ودي الطاسة، وده الجلاش معانا، رول جلاش اهو معانا. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه بالظبط. طبعا الكنافة دي انا دخلتها الفريزر علشان ان هي ايه تمسك نفسها معايا، ما تبقاش معجنة ولا حاجة، عشان اعرف ان انا افركها. بدأت ان انا ايه افرك هنا الكنافة. اتفركت معايا اهي، هي ايه فركتها، يعني مثلا الشعراية تبقى مثلا سنتي او نص سنتي. انا فركتها هنا. هبدأ بعد كده اجيب السمنة معايا، وهنزل على الكنافة اللي في الطاسة ديت بالطريقة دي. كده النص كيلو كنافة خد معايا بالظبط نص كوباية سمنة. هرفعه على النار دلوقتي، وهبدأ ان انا احمر الكنافة ديت لحد ما تاخد لون ذهبي معايا. ممكن كمان تحطيها على صينية وتدخليها تحت الشواية، هتاخد لون معاكي، بس تحاسبي عشان ما تتحرقش منك يعني. انا دلوقتي رفعتها على النار اهو، هبدأ بقى ان انا اقلب فيها كويس لحد ما تاخد لون معايا. اقلب كده. اول ما تبدأ تاخد لون معاكي، هتبدأي ان انتي تحطي يعني شوية سيرب، ده من الشربات اللي انت عاملاها تبقي تسقي بيه الجلاش في الاخر. هتحطيهم معاكي على الكنافة كده، وهترجعي على النار تاني. لو لسه ما عملتيش السيرب، ممكن ان انتي تحطي سكر بودرة. اول ما تبدأ تاخد لون معايا كده، هبدأ اجيب المكسرات بتاعتي. اي مكسرات بقى، عندك عين جمل، عندك زبيب، عندك فول سوداني، حطي اللي انت عايزاه. وممكن برضو مع الخطوة دي تبدأي ان انت تضيفي شوية سكر بودرة مع المكسرات دي. بس هي كده خدت اللون اللي انا محتاجه. هطفي عليها وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. ودلوقتي يا جماعة احنا هنفرد جلاش، هنفرد ورقة زي ما حضراتكم شايفين كده. ومعانا السمنة، هنبدأ ان احنا ندهن الورقة دي كده مع بعضنا زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هبدأ اجيب الحشوة بتاعتي، وهبدأ ارص الحشوة هنا كده. هوزع الحشوة بتاعتي كده، وهبدأ ان انا ارول بالطريقة دي اهي. زي ما حضراتكم شايفين كده. وعندي هنا صينية مدهونة سمنة، هبدأ ان انا ارص فيها الرولات دي بالطريقة دي، بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. هعمل كل الكمية وارجع لحضراتكم تاني. وكده انا خلصت كل الكمية، ودهنت الوش كده هنا من هنا كده سمنة. بس كده انت خلصتي، وكده انا خلصت اهوت. هبدأ بقى ان انا ادخلها الصينية كده الفرن. برضو هدخلها عندي الفرن البلدي. ده الفرن بتاعنا اهو شغال
بنحميه عشان نبدأ ان احنا ندخل فيه الجلاش. ده الجلاش بتاعنا. هبدأ بقى دلوقتي ان انا ادخل الصينية بتاعتي الفرن واسيبها لحد ما تستوي تاخد وش من فوق وتحت، واطلعها عشان اسقيها الشربات. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الصينية هي الجلاش خد وش واستوى من فوق من تحت. هروح بقى اسقيه الشربات وكده يبقى جاهز على الاكل. هبدأ بقى ان انا اسقي الشربات. طبعا الشربات بارد والجلاش سخن. هبدأ ان انا دلوقتي اغطي عليها باي غطا قبل ما افرقها في الطباق. وادي الجلاش بعد ما انا غرفته وقطعته وحطيت في الاطباق. طبعا التقطيع المفروض ان هو يبقى قبل ما يدخل الفرن وهو لسه ني. انا نسيت طبعا وقطعته بعد ما طلع من الفرن، لكن دي ما تفوتكوش طبعا. في نهاية الفيديو اتمنى ان انا اكون يعني ارضيت حضراتكم. لو استفدت حاجة من الفيديو اضغط لايك علشان الفيديو يوصل لكل الناس، ولو مش مشترك معنا في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.